فروجة كاملة وزنها كيلو 700 جرام وشوية بطاطا. وراح نقيس نسبة السكري في الدم قبل وبعد. أنا هاي الفروجة كلها باكلها لأن أنا باكل بدون خبز. راح نقيس نسبة السكري في الدم 174 أو 147. 174. هلا بناكل الفروجة وبنرجع بنقيس بعد ساعة بالضبط. يا ريت تكونوا حطيتوا لايك. رجعنا لكم بعد ساعة بالضبط. قرأت من كتر ما من الفروجة اللي أكلتها، بس ما شاء الله ما شاء الله علي. قبل ما أفرجيكم النتيجة، لايك ومتابعة، تعليق حلو، واشترك قناتي على اليوتيوب. وإذا بتحبوا تشوفوا الطريقة كيف سويت الفروجة بالقلاية الهوائية، نزلت الفيديو على قناتي على اليوتيوب، اسم القناة أبو أحمد ستار، وبحط لكم صورة الفيديو آخر الشيء. شوف السكر، أنا أكلت البطاطا كلها وأكلت معه كاتشب، يعني السكري صار 500 ما بيأثر. المهم يكون إيش؟ أنا مبسوط. 235 صح؟ 235. نجرب الإيد الثانية. طبعا أكلت البطاطا أنا لأنه أكلت البطاطا كلها، هو لازم ما آكل البطاطا. وأكلت شوي من الكاتشب كمان فيه سكر. يعني إذا أنت أكلت فروجة مع بطاطا بيرتفع السكر. بس أما إذا أكلت الفروجة واستنيت 45 دقيقة أو 50 دقيقة وأكلت بطاطا قد تتأثر النتيجة حسب تجربتي يعني. ميتين وتسعتاش، هاي 220 200 وكذا. اكتبوا لي شو بدكم بدنا نجرب بالتعليقات. تحياتي لكم، لا تنسوا تشتركوا على اليوتيوب. سلام.